أحد أشهر علماء عصره بل وعصور أخرى كثيرة، عالم جامع لعلوم متعددة، أتقن عدة لغات مكنته من جمع ثقافات متنوعة، انصبت وانصهرت لتخرج قامة علمية ومعرفية يدين لها العالم بالكثير. الفارابي هو كان أستاذ الثاني بعد أرسطو. هنا الآن نحن مسرور جدا لشعب المصريون ومشيخ وشيخ الأكبر أزهر الشريف. نحن أشكرهم. هنا مشايخنا كثير ويقولون من علماء. هذا للشعب لشعبنا. هذا كيف فائدته كثير إن شاء الله. من المعلوم أن العلماء الإسلام إسهامات كبيرة في شتى العصور والقرون في هذا الأمر، وتأتي طبعا فعاليات وهذا المؤتمر لبيان إسهامات الإمام الفارابي في شتى العلوم. لا أقول العلوم الإسلامية فحسب، بل أقول سائر العلوم الأخرى من الطب والفلك وغيرها من سائر العلوم. وحمل الأزهر الشريف إحياء ذكرى الفارابي بالتعاون مع سفارة دولة كازاخستان على مدار يومين، تناقش فيها فلسفته وكتبه وحكمته في عدة علوم، أملا في تعميق صلة الأجيال الحاضرة بعلمائهم الذين صنعوا أمجاد الماضي.